شايفين الطعميه اللي قدامك دي؟ احنا مش شارينها جاهزه، لا انت هتعمليها في البيت وباحسن طريقه واحسن من الجاهزه كمان. يلا بينا على طول نبدا في المقادير، بس متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. اول حاجه هتروحي للعطار تقولي له عايزه ربع كيلو من الفول المدشوش، ده بيبقى شكله تنقعيه من قبلها بيوم. تاني يوم بقى بتصفيه من الميه بتاعته كويس. وبعد كده بقى نجيب المكونات التانية اللي هنستعملها عليه. معايا بصلايه متوسطه، 5 فصوص من الثوم، ولو عندك ثوم صغير اعملي حبه منه كتير. وبعد كده الاخضر الطويل ده كروت، بتاخدي منه حبه صغيره. ولو عندك كزبره خضراء حطيها، ما عندكيش خلاص اكتفي بالكروت. هنقطعها بقى حتت صغيره، والبصل برده هنقطعها حتت صغيره، والثوم هنحطه. يبقى كده معانا ربع كيلو من الفول نقعينه من قبلها بيوم، هنحط عليه كروت متقطع قطع صغيره، وبصل متقطع قطع صغيره، وثوم لو فصوص كبيره 5 فصوص صغيره يبقى حبه كتير. التوابل بقى اللي معانا معلقه صغيره مليانه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه، وربع معلقه من الكربوناتو. التوابل دي مش بنحطها الا لما نفرم الخلطه اللي قدامنا دي نص فرمه. انا ما عنديش الكبه او المفرمه الكهربائيه، عندي اليدويه. لو انت عندك الكهربائيه هتسهل معاكي الموضوع وتخلصوا بسرعه. هتضربيهم نص ضربه، وبعد ما تضربيهم نص ضربه هتحطي التوابل عليها والكربوناتو وتكملي ويكون خلص معاكي. واهم حاجه ما تنعميهاش على الاخر. اما بقى لو عندك الكبه اليدويه زي اللي قدامك دي، بتحطي فيها نص الخليط وتضربيهم يعني تحركيها بايدك كده لحد ما توصل للقوام دوت اهو، سواء كهربائيه او يدويه. اول ما توصل معاكي لنص الفرمه دي بتحطي عليها ربع ذره من، عشان احنا قسمنا الخليط. هحط بقى هنا حبه صغيرين من الكربوناتو، وبعد كده هحطها في الخلاط مع شويه ميه صغيرين. بصي بتلاقيها بالشكل ده، بنفضل نعمل فيها حبه كده، نضرب فيها حبه لحد ما توصل للقوام اللي قدامك ده، اللي هو ناعم قوي ولا لا، يكون فرم كل حاجه والقوام بتاعك ناعم بس مش ناعم قوي، اللي هو تحس ان انتي لو عملتي عليه ميه هتلاقيه باش كده. لا، القوام في الاخر يوصل اللي قدامك ده بالظبط. ما تكبريش في البصل، يعني ما تحطيش بصل كتير عشان البصل بينزل ميه بعد ما بتفرميهم، بتلاقي ميه كده نزلت. لا احنا مش عايزين الميه دي. بصوا شكل العجينه بعد ما احنا فرمناها. احنا في الاول في المفرمه اليدويه بنحطها نعملها على قد ما نقدر لحد ما تفرك كله او تقطع كل الخلطه اللي معانا، ونحط عليها التوابل والكربونات. وبعد كده بننقلها على الخلاط نضربها لحد ما توصل معانا للقوام ده. بتعمليها بقى بتقليها عادي. عايزه تشيلي حبه من الفريزر عشان طبعا الكميه تبقى عاملاها، شيلي حبه من الفريزر عادي مش هيحصل لها اي حاجه. هنا بقى حاطين عليها شويه سمسم وقرنها. عايزه اقولك طعمها حلو قوي واحسن من الجاهزه بمليون مره، غير ان هي طبعا انضف لان احنا عارفين بره الله اعلم بيحطوا عليها ايه وايديهم عامله ايه. فحرفيا سهله قوي ومش محتاجه مجهود، واسهل كمان لو انت عندك الكبه او المفرمه الكهربائيه هتسهل معاكي الدنيا قوي. بصوا نفس الشكل بتاع بره، طعمها احلى بكتير، كانك بتاكلي كفته مش طعميه. حلوه قوي على الفطار والسندوتشات، خطيره بجد. هتعجبك، جربيها. وكده خلصنا. متنسيش بقى تشتركي في القناه وتعملي لايك، ادعميني بقى عشان نعمل لكم حاجات كتير حلوه زي دي. ولو عايزين اي وصفه اكتبوها لي في الكومنتات وان شاء الله نعملها في اقرب وقت. وزي ما قلت لكم ادعموني بالاشتراك في القناه ولايك. نتقابل في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.